الا تشديت ولا وقعت شي حاجه كنشهد تيقول لك واه اللي مظلوم. اهم حاجه هو كيفاش نحشدوا المغاربه بزاف يوليو معنا باش نضغطوا على المؤسسه الملكيه باش يوقع التغيير. الا بغينا نحشدوا معنا المغاربه ويوليو كيتصنتوا لنا، خاصنا نهضروا بلغه المغاربه، خاصنا ندينوا بدين المغاربه، خاصنا نمشيو مع الحيط اللي كيمشيو فيه المغاربه. ما يمكنش نكونوا معزولين على المغاربه ونواجهوا الملكيه. باش نكون معكم واضح، حتى انا كندير السياسه بطريقتي الخاصه. اسمعني أستاذي المهداوي، جارك رائع عندي، وأقسم لك بالإله كيروزي طبيعي أنني كنسمع ليك. علينا أن لا نعلن إلحادنا في برنامجنا. يعني ماشي أنا سقطت على ساحة النضال يعني صدفة، بالعكس أنا ابن عائلة مناضلة، واللي تأثرت بالأخ ديالي الكبير. هو اليوم موظف واحد إحدى المؤسسات يعني، وكان دائما ما عمري ننسى هذه واحد الجملة كان كيرددها وسط الدار. ما عقلتش، كانت شعار من الحركة الطلابية ديال القاعديين البرنامج المرحلي، وكان كيتعاطف معهم، فخلات عندي واحد الاثر كبير. فما التحقت بالجامعه هكا باش مشيت للتجربه ديال اليسار، لان الاخ كان كينقل نضال نحن ثوره على الاعادي، جمعنا جمع الصمود. من هذا من الشعارات اللي خلات واحد الاثر كبير في حياتي. تكوننا سياسيا، ما عرفتش كيفاش قادتني الاقدار نكون يساري، تبنيت الفكر اليساري. ربما لقيت في الفكر اليساري كمنهجيه في التحليل الواقع، فلقيت راسي يعني كنتعاطف بشكل كبير مع الفكر اليساري. واحد اللحظه لقيت راسي منخرط في الساحه الطلابيه، حتى انا كنقود يعني جماهير، وكنهتف بشعارات ضد النظام، وحلمت يعني حتى انا واحد الوقت كشاب اسقاط النظام كاي شاب في ديك اللحظه اللي كنا يعني مقهورين ومحرومين. بالنسبه للاخ اللي قال لي التغير في الخطاب، اعتقد جاوبت وسط الحلقه وسط هذه المداخله ديالي بما يكفي، واعتقد بباب الاشاره يفهموا راه ما كاينش ادنى تغير ابدا. لا زال حميد هو حميد. عندنا مشكل مع النظام المغربي، عندنا ملاحظات، عندنا كذا، كنحاولوا نسووها بشويه. ثانيا لانه كان علينا واحد الصوره ديال واحد الانسان كان في ميل في الريف والفتنه وضد الوطن، فكان خصني نجي نقول لهم لا الخوت. ملي كندوز هذه الفكره وخا هي بقناعتي وهي الحقه، باش نقدر نتصرف في مواقف اخرى من الثروه، من الفساد، من التلقيح، من خاصك تطمئن الناس تجاه القضيه الوطنيه، ما تخليش الخصم يلعب بك في هذا الموضوع. فنجحت فيها، قنعت المغاربه ان المهداوي وطني، ان المهداوي ملي كتعلق الامر بالقضايا العليا د بلاده كيكون في واجهه الصراع وكيواجه، هذا كيعطيني شرعيه باش نهضر في القضايا الوطنيه. كنت ملزم، لان الاخرين اللي كنضرهم في الفساد داخليا كيحاصروا دائما هذا النقاش ديال الوطن والفتنه وضد المصالح العليا. فانا اعتبر راسي نجحت وعطاني شرعيه قويه، وكما تنقول اللي قال العصيده بارده يديدو. فاليوم كنحاول ما امكن نبقى في حدود نفع البلاد، ماشي نتطرف. انا ما بغيتش نعطيكم واحد الفكره. ها هو واحد تخيل مثلا قال الملك ذاك النهار، الملك انت ما نعبدوكش، الملك طق شنو هضره غليظه على الملك. يا ربي بلا ما نجبدوه، شدوه دخلوه سدوا عليه. شنو كنستافدوا منه دابا؟ هو سد عليه، مكافسه معه الدوله، مرته مكافسه، ولادو مكافسه، وعدد من المواطنين كانوا محتاجين اللي يكون برا. علاش يمشي للملك؟ سريعه مع رئيس الجماعه والقايد والعامل والباشا والوالي والمنتخبين والفاسدين، راه ما تخدم. دابا تجي واحد الوقت اللي نناقشوا مسؤولين، ملي يكون عندنا شروط حزبيه وشروط برلمانيه، ولا دخلتي للحزب الحبس يهضر عليك، البرلمان يطلع عليك سؤال شفوي، وعندك جمعيه تطلع عليك. اما تدخل للحبس وما يهضر عليك حتى واحد، فماشي معناه هذاك راه لا. خاص النضال يكون مثمر. الا غيناقش مع الملكيه خاص يراجعها بواحد، يكون ذكي في الخطاب ديالو. الناس الحزب الاستقلال ملي كان كيناقش اوفقير، واش كيعرف اوفقير عنده شي سياسه؟ تيقول ان اوفقير والسياسه الاوفقيريه والمرحله الاوفقيريه، ولكن اياك اعني يا جاره. كان هذه فلسفه ديال حزب الاستقلال، ما باغيش يدخل مع الملكيه لانه كيعرف جذورها، كيعرف البنيه، كيعرف الاستقلال. الناس ملي كيهضروا على البنيس البصري واش البصري راه خدام دير هذه جيب هذه. فاليوم انا كنقول ديك المواجهه المباشره مع الملكيه، انا ماشي تنقول ما تعطيش اكلها. والمؤسسه الملكيه عندها جذور وعندها شرعيه تاريخيه. دابا بنادم كيسحب له، وقسما بالله يا اخي كنهضر معك بمنتهى الصدق، راه الملكيه ولا المؤسسه يمكن ننتقدوها يمكن، ولكن خصنا نامنوا بعقلنا عندها جذور وسط الشعب المغربي بمختلف تلاوينه وطبقاته الاجتماعيه. عندها شرعيه يا اخي. هذا اللي مابغاش يفهموه البعض، كيسحب له راه غيدفع الملكيه.
يا اخي مرتبط، عندها ولاء مطلق ديال الجيش، عندها ولاء مطلق ديال المخابرات، وولاء مطلق ديال الدرك الملكي، وراه اللي قال لهم موتوا موتوا طيحوا طيحوا. احنا دابا الملكيه كتصارع معنا هذه 5 العقود ولا 6 العقود. شنو صورنا من الملكيه؟ الملكيه فهينونها. شنو صورنا من الحسن الثاني من الصراع معاه؟ فينا هو الاتحاد الاشتراكي. شنو صورنا مع الصحفيين؟ هو كيصطم عليك ويزيد. فينا هو ابو بكر الجامعي مع احترامي له، ولا علي المرابط، ولا كل شيء. فينا هو حركه الى الامام، فين لو 23 مارس، فين حركه اللي نخدم الشعب، فين هو البي جي دي. واحد اللحظه عيا ما يفركن، شوف نهايته كي كانت، شوف الاتحاد الاشتراكي نهايته كي كانت. علاش انتصر النظام؟ علاش؟ لانه عنده كوادر وكيجيري السياسه بذكاء. خاصنا نقولوها ونتواضعوا، ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. تسبوا ودير الشعار ساهل، ولكن ملي كتربح نقاط معاه في الصراع. خصنا نكونوا موضوعيين اصاحبي. خص يكون قد فمنا قد دراعنا. اش كتوزن؟ اش كتسوى شعبيا؟ واش عندك شي ذراع حقوقي؟ واش عندك شي ذراع عسكري؟ واش عندك شي ذراع نقابي؟ اهم حاجه هو كيفاش نحشدوا المغاربه بزاف يوليو معنا، باش نضغطوا على المؤسسه الملكيه باش يوقع التغيير. الا بغينا نحشدوا معنا المغاربه ويوليو كيتصنتوا لنا، خاصنا نهضروا بلغه المغاربه، خاصنا ندينوا بدين المغاربه، خاصنا نمشيو مع الحيط اللي كيمشيو فيه المغاربه. ما يمكنش نكونوا معزولين على المغاربه ونواجهوا الملكيه. كنبانوا معزولين. الملكيه ولا ولاد الناس اللي ما عاجبوش الحال دغيا كيعزلونا على الشعب. حنا قوتنا في الشعب، ولا بغينا نجروا عندنا الشعب خاصنا نهضروا بلغه الشعب. الشعب اش كيبغي؟ الشعب اول حاجه كيخاف منك تكون ضد الملكيه، والله لا مشى معاك. اذا نطمئنوا من جهه الملكيه. ها واحد الشعب كذلك عنده اغلبيته عنده الدين الاسلامي. واش كتلقى بنادم باغي يغير البلاد وكيهضر على الثروه وكيعلن الحاد وعلانيه الالحاد؟ وتصور اصاحبي روسيا اللي هي المهد ديال الفكر الماركسي والروينه، ماشي المهد يعني المانيا كان كارل ماركس، ولكن كان تيقول لينين، هذا لينين تيقول لك علينا ان لا نعلن الحادنا في برنامجنا، علينا ان لا نعلن الحادنا في برنامجنا. وكان كيقول يجب علينا ان نتقن النضال ضد الدين. كيهضر في روسيا علينا ان نتقن النضال ضد الدين. كتلقى واحد معارض كيعارض الملكيه وكيتباهى وحاط قرعه الشراب، ماشي كيقول لك حياته الخاصه ولا حريته، لا. انت كتقول باغي تغير المغرب، لا باغي تغير المغرب خاصك تجر عندك الشعب. الشعب الا شافك كتهضر هكا واش انت عا سياسه ماشي حريه شخصيه. سالي الحلقه وسالي الكاميرا وسير شرب مع راسك. لا قاروا الشراب وكيقيس قيم ديال المغاربه وتيقول لك غيغير النظام. فالنظام دغيا كيعزلوا تيقول لهم ها انت هذا راه منحل اخلاقيا. هذا هو المجتمع اللي كتسناه، ما تلقى لا اسلام لا جوامع لا والو. كيجيب على الملك تيبان لك بنادم عاطفي عا كيجاوب على ذاته، عنده ازمات نفسيه. اما بنادم اللي نيت متشبع وباغي يغير خاصو اول يهضر بلغه المغاربه ويدين دين المغاربه ويحترم الديانه ديال المغاربه ويهضر بواحد الطريقه غير وهضر على الفساد. واحد الوقت غتفرض ملي غتكسب عندك الشعب ومع الملكيه غاديك كيكون التغيير الديمقراطي. اما هنا كنفوتوا علينا فرص قد السخط. كنحاول بهذا المنطق نمشي دقه ونعاون وبدون ما نغيب المؤسسات ديال البلد. فما كاين حتى شي تغير على الناس. كاين اللي ما التقاش الاشاره، ولكن مع بكل الفخر كاين عدد من الناس اللي حطهم هنا المغاربه عندهم اذكياء، فهموا الميساج وفهموا كيفاش كنشتغلوا. واللي عارف المهدي والله ما يتبدل، راه ما كنتبدلوش عباد الله. فقط بحال اللي كنا كناكلوا بالدفيرتين ولينا كناكلوا بالفورشيط وكذا. انا نتمنى تفهم هذه الفكره. ما معنى كناكلوا بالدفيرتين؟ شي واحد المغرب والله ما دوله بحال التقرقيله، لا ممكن نقولها بطريقه اخرى لبقه ويقبلها الاخر، وهذاك الاخر اللي مسؤول يقبلها. ملي كتقول المغرب والله ما دوله كتبان مراهق، كتبان مقلقل. واخا هذيك واحد اللحظه انا ماشي كنقول عطيتكم عين مثال، ولكن ممكن نعبر على الدوله فيها تاخر وفيها تخلف بالاداب وبالقانون وبالصواب، والاخر يسمح لي ونستمر ونضمن راسي ونضمن الاخر حتى لا تشديت ولا وقعت شي حاجه كنشهد تيقول لك واه اللي مظلوم.